قصتنا النهاردة يقال إن هي حقيقية بعنوان جنية المنيل. يقال إن القصة حصلت في 97 وكتب عنها تقارير كتير، وفي شيوخ وفي بوليس شاركوا في الموضوع. شقة في شارع هادي في حي المنيل اتأجرت لعريس وعروسة بسعر رخيص جدا. الشقة كانت جميلة أوي متوضبة، بس الإيجار كان سعره غريب جدا. أول أسبوع كان هادي جدا، محصلش أي حاجة لغاية ما الزوجة بدأت تشك إن في بتسمع صوت حد بينده عليها، وجوزها بيبقى في الشغل وهي عارفة إن مفيش حد غيرها في الشقة. بس بصراحة ده بيبقى زي عامل نفسي، إن أنت تحس إن في حد بينده عليك، ما بيبقاش حاجة ليها علاقة بالماورائيات يعني. لغاية ما خالد الزوج بدأ يحس كمان إنه في حاجة غريبة بتحصل، إن هو دايما قبل ما بينام بيطفي نور الحمام، ومفيش أقل من دقيقتين بيلاقي نور الحمام قاد لوحده. برضه ممكن تكون مشكلة في الكهرباء. حصل إنه في ليلة الجمعة عيلة الزوج جم زاروهم، ولما خلصوا الزيارة مشيوا، واتفاجئوا بعد كده إنه هما بيقفلوا الباب قعد يحصل فيه صوت التكات بتاعة المفتاح أكنه بيتقفل بالمفتاح، رغم إن المفتاح كان على الترابيزة. وأول ما الباب اتقفل للآخر والكالون اتقفل بالكامل، بدأوا يسمعوا أصوات غريبة. الزوجة بتقسم إن هي سمعت صوت أطفال عمالة تضحك رغم إن ما عندهمش أطفال. الزوجة جريت على أوضتها وقعدت تصرخ وقفلت الباب عليها. الزوج قعد يخبط عليها: اهدي بس اهدي وقول لي ايه اللي حصل، مالك عمالة تصوتي ليه؟ لأن هو مسمعش أي حاجة. فتح الباب بسرعة ولقاها واقفة قدام المراية، عمالة تقول قدام المراية: أنا كده مش هقدر، هو كده موجود، أنا كده مش هقدر. طبعا الزوج تاني يوم على طول بدأ يتأكد إنه في حاجة غلط في الشقة. جاب شيخ معروف جدا من امبابة، اللي أول ما دخل الشقة قال لهم إن في طاقة غريبة جدا في الشقة دي، وإن هو حاسس إحساس مش طبيعي. قعد يقرأ قرآن، وأول ما وصل عند آيات معينة الزوجة قعدت تصرخ بصوت عالي جدا، وقعدت تقول بصوت عامل صوت أجش أو صوت راجل. قالت: أنا من العمار، أنا هنا السيد، أنا صاحب المكان من قبلهم. الشيخ على طول فهم كل حاجة، وعرف إن هما لازم يسألوا السمسار مين اللي كان ساكن قبلهم. وفعلا عرفوا من الجيران ومن السمسار إن كان في ست ساكنة قبلهم، وكانت دايما بتعمل حاجات غريبة جدا. وعرفوا إن كان دايما بيدخلها شيوخ وناس شكلها لبسها مريب وتحركاتهم مريبة، وفي حاجة غلط بتحصل في الشقة دي.